السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، أهلا بك يا صديقي، سواء كنت بكالوريا ثانوية عامة أو أزهر، فأهلا بك على قناتنا برمجتها لك في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. لو أنت بتشوف الفيديو ده دلوقتي فأنت المفترض تكون شفت الفيديو الأول بتاع الشرح بتاع درس المعلومات والوسائط، وده الدرس الأول عندك في المنهج النظري، فاستنانا بإذن الله هنشرح لك المنهج العملي هنا على القناه باذن الله برضو. دلوقتي قبل ما نخش نحل على الدرس الاول المعلومات والوسائط، فاحنا هنديك نبذه كده على الشرح بتاع الدرس عشان تفتكر معايا اهم النقط اللي كانت في الدرس. فهنمر على التعريفات وهنمر على النقط اللي كانت في الدرس سريعا، وبعد كده نخش باذن الله نحل ونشوف الاسئله بتيجي ازاي. محضر لك PDF اسئله محترم، في اسئله هتعجبك باذن الله. يلا بينا نشوف اول نقطه كانت معانا، وهي نقطه الداتا او البيانات. البيانات كان بيقول لك ان هي تجميع شيء لاستخراج منه قيمه، وده التعريف البلدي بتاعنا وانت. تعال نشوف، بيقول لك ان الشيء ده ممكن يكون فلوس او عدد طلاب او عدد منتجات. يعني معنى كده قلنا ان هي بتكون رموز او احرف او ارقام. طيب بيقول لك بقى في التعريف بتاع كتاب المدرسه، هي حقائق تمثل باستخدام الارقام او الحروف او الرموز، نفس اللي احنا قلناه. طيب تعال نخش على المعلومه الثانيه، وهي المعلومات او الانفورميشن. قال لك هي القيمه اللي خرجت من البيانات، يعني لما جمعت البيانات المعلومات دي ادتني قيمه. طيب القيمه دي بناخد على اساسها القرار، بس هي عكس الاشياء الماديه او عكس البيانات، ملهاش شكل او كيان ثابت. طيب بعد كده بيقول لك هي المعنى او قيمه للمتلقي وتستخدم لاتخاذ القرار، ده التعريف بتاع كتاب المدرسه. وعلى عكس الاشياء الماديه فالمعلومات ليس لها شكل او كيان ثابت. طيب بيقول لك يعني جمعت بيانات ادتني معلومات اتخذت قرار، يعني جمعت شويه بيانات ادتني معلومه اتخذت على اساس المعلومه دي قرار. طيب ودي كانت قصه تفهمك كده، بقى اقراها تاني مع نفسك. تعال نخش على الخصائص بتاعه المعلومات. خصائص المعلومات كان بيقول لك ان هي ليها 3 خصائص سريعا: الاستمراريه، قابليه الانتشار، والتكرار. طيب كان عندنا ان الاستمراريه دي عشان لا يمكن محوها بالكامل، فهي مجرد ما بتنتشر، مجرد ما بتابلود او مجرد ما بتتشاف المعلومه دي او بتظهر، ما بتعرفش ان انت تشيلها بالكامل، لا يمكن محوها بالكامل. وقلت لك هنا مثال زيها بقرب لك الفكره، ان هو ده الترند. طيب لسهوله النسخ. طيب بمجرد انشاء المعلومات لا يمكن محوها بالكامل، ده اللي انا لسه قايله لك. زي مثلا فيديو ينتشر لشخص، فحد ياخد الفيديو ويعمل له شير، وحد تاني يحمله على تليفونه وهكذا. طيب بس هنا انا عايز اقول لك حاجه، خلي بالك، يبقى برضو دي حاجه قلنا لك ان انت ما تشاركش في الترندات السيئه، خلي عندك قدوه تقتدي بيها وما تبقاش اي حاجه تمشي وراها. طيب قلنا ان قابليه التكرار، قلنا ان امكانيه نسخ المعلومات بسهوله بكميات كبيره. انا قلت ان انا ممكن انسخ الحاجات دي على فلاشه، انسخها على التليفون، ابعتها لحد ريل، اعمل اي حاجه، المهم ان انا اقدر ان انا انسخها لعده نسخ. طيب الانتشار اللي هو البروبيجيشن، وقلنا ان هي عشان سهله النقل والانتشار، ودي من خاصيه المعلومات الثلاثه. طيب يمكن نشر المعلومه بسهوله من خلال وسائل الاعلام الجماهيريه. قلت لك وسائل الاعلام الجماهيريه دي اللي هي اي حد بيشوف، يعني اي مكان ليه جمهور كبير، زي الصحف والتلفزيون والانترنت. تعال نخش على النقطه اللي بعد كده، وهي نقطه النولج او المعرفه. النولج او المعرفه هي المعلومات التي تم تحليلها وتنظيمها بشكل منهجي للمساعده في حل المشكلات. طيب يعني المعرفه دي هي عباره عن معلومات بس بشكل اكبر، ان هي واتنسقت عشان تساعدني ان انا احل مشكله. زي ان انا اجيب معلومات عن الطقس في عدد من الشهور عشان اعرف بعد كده، او عدد من الايام عشان اعرف الفصل ده خلاص قرب يخلص، هل هنتقل هنخفف وهكذا. يبقى ادتني معرفه عن الطقس. طيب بعد كده بيقول لك ان المعلومات تنقسم لمعلومه اوليه ومعلومه ثانويه، ومش مضطرين نتوسع في الشرح بتاع المعلومه الاوليه والثانويه اكتر من اللي احنا عملناه في الفيديو بتاع الشرح. خش اتفرج على الفيديو لو انت مش فاهم الموضوع قوي. ولكن باختصار برضو المعلومه الاوليه هي المعلومه اللي قايمه على تجربتي انا الشخصيه، او انا اللي شفتها بعيني. طيب المعلومه الثانويه هي عكس المعلومه الاوليه، هي حاجه حد حكى لي عنها وبجيبها من الكتب والصحف والمجلات والانترنت، لان دي تجارب ناس تانية، مش تجربتي انا، دي تجارب ناس تانية. طيب تعال نخش على بعد كده، زي ما بقول لك هنا، ده يبقى اقراه مع نفسك برضو.
يمكن ان تختلف المعلومات الثانويه في بعض الاحيان عن المعلومه الاصليه، اللي هو المعلومه الثانويه لما حد بيحكي لي عليها بيحط بعض التاتشات بتاعته. طيب الوسائط، وقلنا ان الوسائط هي وسائل لنقل المعلومات الى عدد من الافراد، وقلنا ان هي ليها 3 انواع: وسائط الاعلام التعبيريه، وسائط النقل والارسال، وقلنا ان في عندك وسائط التسجيل. وقلنا ان وسائط الاعلام هي الوسائط المستخدمه كوسيله للتعبير، وسائط الاعلام التعبيريه هي الوسائل المستخدمه كوسيله للتعبير عن المعلومات، وقلنا ان هي كالنص او الصوره او الصوت او الفيديو. وسائل النقل والارسال البروباجيشن او الترانسميشن ميديا. طيب وقلنا ان دي الوسائط المستخدمه كوسيط لنقل وتبادل المعلومات، مثل التلفزيون والراديو والصحف والكتب والهاتف والانترنت. وقلنا ان وسائط التسجيل او الحفظ قلت لك دي الحاجات اللي انا بحفظ فيها الوسائط اللي هي بتاعه التعبير. طيب وقلت لك ان زي الورق او محركات البحث اقراص اليو اس بي او اقراص الدي في دي الاسطوانات او التخزين السحابي، قلت لك زي الاي كلاود وزي الدرايف. طيب تعال نخش بقى كده، احنا خلصنا وقلنا ان الثقافه الاعلاميه هي القدره على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقه. كده احنا لمينا الدرس بشكل سريع. تعال نخش على الحل، وبيبدا معانا الحل هنا. بص عامل لك بي دي اف تحفه. تعال نخش على السؤال الاول. والسؤال الاول يا صديقي هنا بيقول لك ما المصطلح الذي تنتمي اليه قيم درجه الحراره والرطوبه؟ ايه المصطلح اللي بتنتمي اليه درجه الحراره والرطوبه؟ فهنا انا عايز اعرف درجه الحراره والرطوبه دي، افصصها كده واشوف هي دي تبع ايه. قيم درجه الحراره والرطوبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ارقام. يعني مثلا اقول لك 45 درجه، ماشي، 45 درجه. 45 درجه دي تعتبر ايه؟ تعتبر بيانات. بيقول لك السؤال الثاني: ما المصطلح الذي تنتمي اليه نتائج تحليل درجه الحراره والرطوبه؟ اللي هو بقى انا خدت النتائج اللي هي بتاعه البيانات اللي هي قيم درجه الحراره، خليتها نتائج، يبقى دي اصبحت معلومه. طيب السؤال الثالث بيقول لك ما المصطلح الذي تنتمي اليه؟ توقعات الطقس. توقعات الطقس دي خدت بيانات الاول كانت درجه الرطوبه، الحراره والرطوبه، بعد كده جمعت شويه درجات ادتني معلومه اللي هي تحليل ونتائج درجه الحراره والرطوبه. بعد كده عملت توقعت على اساس الايه؟ درجه الحراره والرطوبه، اللي هو انا حليت مشكله، اللي هو لما اتوقع عشان اقول للناس ان داخل الصيف علينا فيخففوا. فدي كده تعتبر نوليدج او معرفه. تعال نخش على السؤال اللي بعد كده، وهو السؤال رقم 4. بيقول لك اختار معلومه عباره واحده غير مناسبه كخاصيه للمعلومات. قلنا خصائص المعلومات 3 قبل ما ابص على اصلا الاختيارات. قلنا الاستمراريه والانتشار والتكرار. وقلنا تعال نبص بقى على الاجابات. بيقول لك لها شكل مثل الجسم المادي. احنا قلنا ان هي ملهاش شكل ثابت، يبقى ده غلط. المعنى او القيمه تتغير اعتمادا على المستلم. المعنى او القيمه تتغير على اساس المستلم، دي مش من الخصائص اصلا. طيب لها خاصيه الثبات. احنا قلنا ان هي ليها استمراريه وانتشار وتكرار، يبقى غلط، يبقى هي مش ثابته بتتغير. طيب لها خاصيه الانتشار، دي الاجابه الصحيحه. طيب حتى اذا قمت بشراء قرص موسيقى تجاري سي دي، هنا معلش هنا دي سي دي، تمام، لا يسمح لك بعمل نسخ لتوزيعها على الاصدقاء. اختار الخاصيه المرتبطه بالجمله السابقه. هو هنا بيقول لك ان عايز حاجه من خصائص المعلومات او من خصائص المعلومات اللي هو لما اشتري كورس موسيقى لا يسمح لك بعمل نسخ. تمام، هو هنا بيقول لك ان انت الجمله دي بتقول لك ان ما ينفعش تعمل نسخ لكورس مثلا تجاري بتاع حد عشان عليه حقوق طبع ونشر، وده هنعرفه في الدرس الجاي بتاع اخلاق المعلومات. طيب يعني ده بيدل على ايه؟ بيدل على القدره على الاستنساخ. طيب يمكن ارسال رسائل البريد الالكتروني على الفور الى الخارج. اختار الخاصيه المناسبه. يمكن ارسال رسائل البريد الالكتروني، يعني انا اقدر ان انا انشر الرسائل بتاعت البريد الالكتروني، يبقى خاصيه الانتشار. طيب خش على السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم 7.
الشائعات حول الاشخاص والمعلومات الكاذبه يمكن ان تستمر الى اجل مسمى، صح؟ لاجل غير مسمى. اختر الخاصيه المرتبطه بالجمله. هو انا مش قلت لك ان هي من خصائصها الاستمرار؟ من خصائصها اهو الاستمرار، وعشان هي ما بتتوقفش، مجرد ما بتنتشر لا يمكن محوها بالكامل، يبقى خاصيه الانتشار. طيب نخش على السؤال اللي بعد كده، الصفحه اللي بعد كده، وهي السؤال رقم 8. ما هو المصطلح الذي يشير الى القدره على تفسير المعلومات التي تم الحصول عليها من الوسائط بدقه؟ قلت لك ان ده تعريف الثقافه الاعلاميه. ما المصطلح؟ تمثيل الحقائق او الامور باستخدام الارقام او الحروف او الرموز. ايه الحاجه اللي احنا كنا بنمثلها باستخدام الارقام او الحروف او الرموز؟ مفيش غيرها، وهي البيانات، الداتا. طيب رقم 10 بيقول لك الى اي انواع الوسائط ينتمي التلفزيون؟ التلفزيون ده قلت لك من ضمن انواع الوسائط، واحنا قلنا عندنا ثلاث وسائط، ثلاث انواع للوسائط: تعبيريه، نقل وارسال، وتسجيل. هل التلفزيون ده من ضمن التسجيل؟ هل التلفزيون ده فلاشه او سي دي او تخزين سحابي؟ لا، يبقى مش من ضمن التسجيل. طب مراقبه؟ ما عندناش حاجه اسمها مراقبه. طيب وسائط الاعلام التعبيريه؟ لا طبعا مش وسائط الاعلام التعبيريه. وسائط الاعلام التعبيريه هي النص والصوره والفيديو والصوت. يبقى غلط، يبقى الاجابه رقم الف، النقل والارسال، الترانسميشن ميديا او البروبيجيشن ميديا. طيب الى اي انواع الوسائط ينتمي التخزين السحابي؟ لسه قايل لك الاي كلاود، زي الاي كلاود، يبقى ده وسائط تسجيل. طيب نخش على السؤال اللي بعد كده، بيقول لك الى اي انواع الوسائط ينتمي الصوره؟ لسه قايل لك ان ده وسائط تعبيريه، صوره صوت فيديو نص، وسائط تعبيريه. الى اي انواع الوسائط ينتمي جمله نصيه؟ وسائط تعبيريه، اي تكست ده نص اهو، جمله نصيه. الى اي انواع الوسائط ينتمي الانترنت؟ ده وسائط نقل وارسال، لان الانترنت انا عن طريقه بشوف، بنقل الوسائط بتاعتي اللي هي الوسائط التعبيريه، بنقل عن طريق الانترنت او الصحف او المجلات او الكتب او التلفزيون. يبقى ده وسائط نقل وارسال. ولو وسائط الوسائط اللي انا بنقلها عن طريق الانترنت اللي هي الوسائط التعبيريه، وبسجل الوسائط التعبيريه دي او بحفظها باستخدام وسائط التسجيل، يبقى الاجابه عندي هنا هتكون الف. الى اي انواع الوسائط ينتمي صحيفه؟ صحيفه دي هكتب فيها نص او احط فيها صوره او احط فيها فيديو، يبقى انا بنقل عن طريقها الايه؟ الوسائط التعبيريه، يبقى وسائط النقل والارسال. ما المصطلح الذي تنتمي اليه نتائج الامتحان التجريبي؟ نتائج يعني انا جمعت دلوقتي نتائج الامتحان التجريبي، خلاص بقى في نتائج اتجمعت، يبقى اصبحت دي معلومه. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده. ما المصطلح الذي تنتمي اليه نتائج تحليل وتنظيم لحل مشكله، يبقى عندنا ده المعرفه. ما المصطلح الذي تنتمي اليه درجات الامتحان التجريبي؟ الدرجات بتاعت الامتحان التجريبي ارقام او رموز او احرف، يبقى ده بيانات. طيب اختار الخاصيه المعلومات المناسبه. لا تتمتع المعلومات بخاصيه القابليه للنسخ. لا طبعا، ده المعلومات قابله للنسخ والانتشار والتكرار والاستمرار. لا يتغير معنى المعلومات او قيمتها حسب المستلم. المعلومات لا يتغير المعنى بتاع المعلومات او قيمتها او حسب المستلم، ده مش من خصائص المعلومات. المعلومات لها شكل مثل الاشياء الملموسه، ده غلط. المعلومات ليس لها شكل مادي. لا يمكن حذف المعلومات التي تم نشرها بسهوله، هي دي الاستمراريه من خصائص المعلومات. تعال نخش على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 20. من الممكن نسخ الموسيقى والافلام المتوفره تجاريا بكميات كبيره دون اي تدهور في الجوده. هذه الجمله تشير الى خاصيه من خواص المعلومات، وهي ان انا ينفع انسخ اكتر من نسخه، وهي قابليه تكرار. تستمر الشائعات، خلاص تستمر الشائعات، يبقى الاستمراريه. تنتشر المعلومات المنشوره على الانترنت على نطاق واسع في فتره زمنيه. تنتشر على نطاق واسع، يبقى الانتشار. طيب ما هو المصطلح الذي يطلق على المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال التجربه الشخصيه؟ ما هو المصطلح الوسيط المستخدم لنقل المعلومات الى الناس؟ لنقل المعلومات الى الناس وسائط النشر والارسال. يعتبر محرك اقراص اليو اس بي الفلاشه. الفلاشه ده يعتبر ايه؟ بحفظ عليها الحاجه بتاعتي، يبقى ايه؟ وسائط تسجيل.
يعتبر الراديو من وسائط النشر والإرسال. طيب يعتبر الهاتف من وسائط برضو النشر والإرسال. يعتبر الفيديو ده انا بعبر فيه عن حاجه، بقول حاجه بقى، يعني في الفيديو ده بيبقى جواه يعني كلام، انا بطلع في الفيديو او صوره او بطلع حاجه نص بعبر فيه عن حاجه انا عايز اقولها، يبقى وسائط تعبير. وسائط التعبير. تستمر الشائعات ولا تختفي، قلنا ده ايه؟ ده الاستمراريه. تنتشر المعلومات، ده انتشار. اسئله بتتكرر. طيب ما هو المصطلح الذي يطلق على المعلومات التي تم الحصول عليها؟ دي المعلومات الأولية. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 32. اختر شرح الثقافة الإعلامية المناسب من الخيارات. شوف تعريف الثقافة الإعلامية. الثقافة الإعلامية هي القدرة على تفسير الوسائط بدقة. يبقى القدرة على قبول المعلومات التي تنشرها وسائط الإعلام دون مساءلة. غلط. القدرة على فهم معنى وخصائص الوسائط والتفسير الدقيق للمعلومات. صح. القدرة على التقاط المحتوى لتوزيع الوسائط. غلط. القدرة على استخدام الوسائط لتحليل المعلومات. غلط. يبقى هو التفسير الدقيق للمعلومات. طيب بيقول لك يمكن ان تستمر المعلومات الخاطئة، يبقى دي الاستمرار. بمجرد ما يقول لك يمكن ان تستمر المعلومات الخاطئة او يمكن ان تستمر فضيحة عن حد ولا بتاع، يبقى دي الاستمرارية، خاصية الاستمرارية. اي من الامثلة التالية يعتبر معلومات ثانوية. معلومات ثانويه يعني مش انا اللي عاملها بنفسي، انا حد في طرف ثالث هو اللي قال لي عليها. بيقول لك نتائج استبيان جديد، تقارير التجارب الشخصيه. ده غلط. نتائج استبيان انا اللي بعملها، وده غلط برضو. يبقى استبيان ميداني انا اللي برضو ببقى عامله. يبقى كتاب علمي ده بيبقى حد طرف ثالث، مثلا مدرس هو اللي كاتبه. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده. اي من التالي يعتبر مصدرا للمعلومات الاوليه؟ اي حاجه اول ما تشوف المعلومات الاوليه، اي حاجه انا اللي عملتها بنفسي، تجارب شخصيه، استبيان، جدول، مش عارف، اي حاجه انا عملتها بنفسي يبقى انا ايه؟ دي معلومه اوليه. كتاب مدرسي؟ لا طبعا، كتاب مدرسي ده حد هو اللي عامله. تقارير تجربه شخصيه؟ صح. صحيفه يوميه؟ ده انا بشوف فيها تجارب ناس تانية. الصحيفه اليوميه دي برنامج تلفزيوني؟ ده تجربه حد تاني. طيب اي مما يلي يمثل المعلومات؟ ايه المعلومات؟ المعلومات دي قلنا ايه؟ قيمه او معنى للمتلقي اتخذ على اساسها قرار وليس لها شكل او كيان ثابت. ما يحمل معنى او قيمه للمتلقي؟ صح. الحقائق الخام؟ غلط. رموز غير مفهومه؟ غلط. ارقام فقط؟ غلط. المعرفه تعني، المعرفه اللي هي النولج، تعني ايه؟ تعني حاجات وتحليل معلومات متنظمه ومتحلله، يبقى تحليل وتنظيم المعلومات لحل المشكلات. صح. وسائل النقل او الارسال تتضمن ايه؟ وسائل النقل والارسال حاجه انا بنقل عن طريقها الوسائط التعبيريه. طيب اقراص الدي في دي؟ غلط، دي للتسجيل. تلفزيون والراديو؟ صح. نصوص دي تعبيريه اللي انا اصلا برسلها في التلفزيون والراديو. تخزين السحابي الاي كلاود ده حفظ، يبقى غلط. طيب تعال نخش على السؤال اللي بعد كده، وهو السؤال رقم 39، وننتقل لاسئله الصح والغلط. اسئله الصح والغلط عندنا بيقول لك الثقافه الاعلاميه تعني القدره على تفسير المعلومات من الوسائط بدقه. صح طبعا. الثقافه الاعلاميه تفسير المعلومات من الوسائط بدقه. البيانات هي حقائق خام ممثله بارقام او حروف او رموز. صح، ده تعريف فعلا البيانات. طيب المعلومات الثانويه، معلومات مش انا اللي عاملها، معلومات ثانويه يتم الحصول عليها من طرف ثالث مثل الكتب والصحف. صح طبعا. خش على السؤال رقم 42. من خصائص المعلومات انها تختفي تماما بعد نشرها على الانترنت. تختفي تماما؟ تستمر. يبقى الاجابه غلط. من امثله الوسائط التعبير النصوص، الصور، الفيديو. صح جدا. وزود معاهم الصوت. الصوت يا عم ماشي. تشير المعلومات الاوليه الى المعلومات التي تم الحصول عليها. من اول هنا ابدا اشوف، هو بيقول لي معلومات اوليه، جبتها منين بقى المعلومات الاوليه دي؟ بيقول لك من خلال الدراسات الاستقصائيه والتحقيقات التي يجريها الشخص. دي المفروض ان هي يجريها الشخص نفسه. ايه دي الكلمه المهمه؟ هي دي كده، دي المعلومات الاوليه، يبقى صح. تعتبر البيانات الاحصائيه المنشوره على موقع جهاز الاحصاء معلومات اوليه.
منشوره فين؟ على موقع جهاز الاحصاء. هو جهاز الاحصاء ده انا اللي عامله؟ هي اتنشرت عن طريق، اعتبرها يا عم، شيل جهاز الاحصاء دي خليها انترنت، خليها كتاب. يبقى طبعا غلط، دي معلومه ثانويه مش معلومه اوليه. نخش للسؤال رقم 46 والسؤال الاخير عندنا في الواجب والاسئله بتاعتنا. تعتبر المعلومات التي تم الحصول عليها من طرف ثالث، اللي هي دي، هو ده الطرف الثالث، حد قال لي على حاجه، يبقى معلومه ثانويه، يبقى اجابه صحيحه. وبكده نكون خلصنا الواجب بتاعنا النهارده. وباذن الله باذن الله باذن الله انتظرونا في فيديو شرح الدرس الثاني اخلاقيات المعلومات، ونحل برضه عليه. وان شاء الله ننزل لك اصلا التقييم الاسبوعي الاول، وبعد كده هينزل لك بالاستمراريه التقييمات الاسبوعيه بتاعتنا. وباذن الله نقدر نفيدكم اكتر من كده، وننزل لكم الشرح العملي بتاع لغه الجافا سكريبت اللي هي مقرره عليك في الترم الاول، عشان تكون فعلا استفدت من ناحيه الجزء النظري بتاعك، اللي هو طبعا هيبقى عليه امتحانات وعليه درجات، والجزء العملي اللي عليه امتحانات وعليه درجات. طبعا اشوفكم دايما بخير واحسن ناس في الدنيا. يا رب يا رب يا رب تستفيدوا من الماده دي، ماده الوزاره مهتميه بيها، وانا شايف ان هي يعني الطريق للمستقبل. انا نفسي دي الحمد لله دراستي ومستفاد بيها جدا، فهي هتفيدك عمليا وهتفيدك في الحياه وهتنظم لك حياتك بشكل كامل. فباذن الله اهتم وركز، حاول ما تقفش على المنهج اللي الوزاره حطاه. لو عندك وقت او متسع او فراغ فحاول تخش في حاجات تانية. انت الترم الاول عندك جافا سكريبت، الترم الثاني عندك بايثون، في لغات تانية وفي حاجات تانية هتاخدها في الكليه. طبعا مشروع التخرج بيبقى مثلا عن الذكاء الاصطناعي، فبدات ان حتى الكليات بتحط في مشاريع التخرج الذكاء الاصطناعي واي اي. ده اللي العالم بيتجه ليه دلوقتي، او خلاص بالفعل اتجه ليه، وبدا ان في ناس بتقلق ان شغلها ممكن يتبدل بسبب الاي اي. ولكن انت شغلك ما يتبدلش لو انت اللي بتعمل الاي اي. فخليك دايما مركز على الهدف بتاع ان انا عايز اخش سوق العمل، مش ان انا عايز اخش اي كليه وخلاص، او في كليه معينه انا عايز اخشها وما استفادش بيها عمليا بعد كده، تبقى كليه لا يعتمد عليها بعد كده من ناحيه الوظائف، او من ناحيه ان هي اهميتها بتقل. ما انا كل ما عدد الناس اللي بتعرف تعمل حاجه بيقل، كل ما سعر الحاجه دي بيزيد، وكل ما الحاجه بتبقى اصعب وزي ما بقول لك العماله فيها قليله، كل ما سعرها يزيد ومرتباتها تزيد. الكلام اللي ورايا ده كلام نظري، الكلام العملي مش صعب ومش سهل، هو عايز استمراريه وعايز ممارسه، وهتلاقي كل حاجه باذن الله بسيطه وسهله وشيقه وممتعه. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.